السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. كما راكم تشوفوا جيتكم بالوصفه تاع المشوشه. تجي بزاف بنينه خفيفه سهله. ماشي لازم ان نحضروها غير للنفس، حتى حنا نتشهوها نحبوا نسقهوا بها. جيتكم بهذه الوصفه، نتمنى تجربوها، ما نطولش بزاف عليكم. اذا بالنسبه للمقادير راح نحتاج الى 6 حبات تاع البيض، راح نحتاج 7 مغارف كبار تاع الفرينه، نستخدم 7 مغارف كبار. راح نحتاج هنا 3 مغارف كبار تاع السكر العادي، نحتاج 4 مغارف كبار تاع الزيت النباتي، وباكي تاع خميره كيميائيه ووزن 10 غرام. اذا فوالا، راح نجيب الغيسيبيون تاعي، راح نكسر فيه الحبيبات تاع البيض. كما شفتوا في هذه المشوشه انا راني رايحه نستخدم الفرينه، وكامل على بالكم باللي كاين وصفه اخرى تاع المشوشه يستخدموا فيها سميد رطب. فوالا، كاش نهار ان شاء الله راح نديرها لكم. هذيك تاني تجي بزاف بنينه. دونك زدت رشه تاع الملح لهذاك البيض، وزدت له هذيك الكميه تاع السكر 3 مغارف كبار، وراح نخلطهم هكذا بالفوي حتى يتجانس ويذوب لي هذاك السكر. اللي حبت تستخدم الباتور تستخدم الباتور، يعني نخلطهم حتى نلقى هذاك البيض كامل تجانس وبدا يتغير اللون تاعو الى الابيض. من بعد حبست وزدت هذيك الكميه تاع الزيت وزدت خلطت هكذا، وراح نزيد هذيك الفرينه. هنا الفرينه درتها بدل ما اني قستها لكم. اذا هذه الملعقه ثالثه، رابعه، هذه الخامسه، السادسه، هذه الملعقه السادسه والسابعه بقى لي منها شويه. دونك درت 7 مغارف تاع الفرينه وباكي تاع خميره. الفرينه لازم انكم تغربلوها باش ما ديرلكمش هذوك التكتلات والحبيبات في الخليط نتاعكم وتفزده لكم. راح نخلط غير بالفوي هكذا كيما راكم تشوفوا. راح نبدا نخلط غير بشويه ومن بعد نبدا نضرب حتى يتجانس لي كامل هذا الخليط ويتنحاو لي هذوك التكتلات تاع الفرينه. فوالا، اذا نشوفوا القوام تاع الخليط نتاعي كيفاش ولا. هذا هو القوام نتاعو، راح تتحصلوا على هذا القوام. هنا راح نجيب المقله تاعي ونحطها على النار، راح ندير فيها كميه تاع الزيت النباتي حوالي 2 مغارف كبار الى 3 ملاعق كبيره. تقدروا تنقصوا اذا ما حبيتوهاش تكون مزيته، يعني ما راحش تجي مزيته بصح اللي ما يحبش الزيت حب حاجه هيلثي ينقص الزيت. فوالا، خليتها تسخن، من بعد فرغت عليها هذاك الخليط كيما راكم تشوفوا. حاولوا تهبطوا كامل هذيك الكميه تاع الخليط، يعني كيما نقولوا كلش غالي لهذا لا للتبذير. انا لهنا استخدمت هذه المقله اللي راكم تشوفوا فيها، سي بور سا المشوشه تاعي ما جاتنيش بزاف عاليه. اللي يحبوا المشوشه تاعهم تجي عاليه بزاف يديروا مقله تكون صغيره وعاليه. من بعد غطيتها خليتها كي تلقاوها بدات تنشف وبدات تحمر من التحت، راح نقلبوها. كما قلت لكم اللي يحبوا المشوشه تاعهم تجي عاليه يديروها في كوكوطه تكون غامقه، ولا طاوه مقله تكون هكذا صغيره وغامقه وتغطوا عليها. فوالا، لهنا راح نقلبها. لقيتها تحمرت لي من التحت. فقط كملاحظه لازم النار تكون ناقصه، تديروها على نار مهيله باه ما تتحرق لكمش. هنا يعني ما قدرتش نصور كي قلبتها، لهذا راح لي هذاك المقطع. هنا راح نقلبها معاكم كيما راكم تشوفوا. درتها في صحن التقديم. انا لهنا كيما قلت لكم المشوشه تاعي ما جاتش عاليه بزاف بصح جاتني هايله باه كل واحد كي يرفد القطعه نتاعو ياكلها ويكملها. من بعد درت لها العسيله. انا العسيله تاعي لهنا كانت سخونه، شربتها كامل بهذيك العسيله وتشربت كامل هذيك العسيله، يعني هذيك العسيله كامل اللي درت لها تشربتها. قدمتها لهنا مع قهوه حليب. من بعد رحت قسمتها باه نوري لكم كيفاش جات من الداخل.
اذا هاد المقادير اللي عطيتها لكم تخرج لكم كميه لا باس بها، يعني كميه كبيره. هذه المشوشه يقدروا ياكلوا منها حتى 6 عباد. فوالا سي بور سا اللي حبت دير كميه صغيره ولا راهم في شويه برك في الدار، تدير نصف الكميه ولا دير ربع الكميه. فوالا هاي لك بعد ما قسمتها. شوفوها كيفاش جات، نتمنى انكم تجربوها، راح تعجبكم بزاف، ما راحش تندموا عليها، راح تعتمدوها. والى الملتقى ان شاء الله. نتمنى اللي اول مره يشوف القناه يضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصله كل جديد. والى الملتقى ان شاء الله في وصفات جديده.